ربة منزل، موظفة، متخرجة ولا مازال تقراي؟ دخلك محدود، ما عندكش الدخل كامل، عندك ديون وعندك التزامات ملحقتيش باش تقري ولادك، ومصاريف الدروس الخصوصية بزاف عليك. ارواحي اختي هنايا الحل راه عندنا. تبعي معايا لا فيديو هذه وراح تفرحي وتفرحي ولادك وتدعي لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي الغاليات. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. كما سمعتوا المقدمة تاع فيديو حبيباتي، راني سمعت على واحد منصة إلكترونية تعليمية، يعني 100% جزائرية. وما نكذبش عليكم، يعني والله العظيم بالنسبة لي أنا في الجزائر من الفرص الذهبية للنساء، خاصة اللي عندهم الولاد يقراو. نعم، راني نهضر على النساء اللي عندهم ولادهم يقراو. في طوع ما راكي تخلصي برا على ولادك ليوتشيد، يعني عند النساء في الديور ولا عند الاخر كيف اسمهم ليكول بريفي، راكي تخلصي دراهم بصح ما كاش مقابل. ننصحك سيداتي باش تنضمي لهذه المنصة الإلكترونية. راح دراهم اللي تخلصيهم على ولادك ما كيش راح تخلصي شهريا، تخلصي سنويا، بصح راح تعود عليك بالفايدة. نعم، تسجلي انتيا وتجيبي من هذه المنصة الإلكترونية وش يقراو ولادك، بالمقابل تكوني عضوة في هذه المنصة وتعود عليك بالأرباح. يعني انا سمعت عليها في الخطره الاولى، بصح ما كنتش مبرونشيه معاها بزاف بزاف. الله يكثر خير الاخت ام محمد من باتنا فهمتني، يعني على طريقة العمل تاعها وعلى كيفاش تشري لولادك من هذه المنصة وكيفاش تخلي ولادك يقراو فيها وانتيا مرتاحة البال، يعني في دارك تقري ولادك وانتيا مطمئنة عليهم قدامك، تقريهم بلا تعب ما يخرجوا برا. كاين خطرات حنايا المجتمع تاعنا الجزائري ماشي كامل الناس راه عندهم باش يدوا ولادهم، سورتو اذا كان وين يدير وليدك الدعم بعيد عليك. ماشي كامل الناس عندهم سيارات، ماشي كامل الجزائريين يكون عندهم الوقت باش يفرغين. انا وحده من الناس كان ولادي كي تجي في الويكاند نجي لهم الدعم الخصوصي، خطرات ما نلقاش شكون يديهم. دي فوا الزوج تاعي يكون خدام، دي فوا الوقت ما كاش. راكم عارفين احنا المجتمع الجزائري ماشي كاملين عايشين معيشه. الله الله، كاين اللي عنده سياره، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي راجلها ما شهر لا شهر ولا 6 شهور باش يجيك شغل، غير هي لاتيه بولادها وهي قايمه بيهم، هي الرجل وهي المراه. هنا سيداتي والله العظيم يا هذا المشروع غير يخرج عليك 100%. تشوفي منها تنحي الضغوطات النفسية اللي تكون عليك. كاين خطرات الروتين تاع الدار يقتل، سورتو المرأة شغل غير مع الدار شغل تكومبليكسي شوية. هنا يا اختي تشونجي شوية، تشونجي، تتعرفي على ناس، تبدلي الثقافة، تقري ولادك. اهم حاجة هي نقروا ولادنا وننجحوهم ونفرحوا بيهم، فهمتوني؟ هذه هي. بالنسبة للناس طموحات والله العظيم هذا المشروع ما تخميش فيه كامل، يعني الدراهم اللي حتخسريهم ماكش حتخسريهم بوغيان، راكي حتخسريهم على قرايه ولادك، ومنها راكي راح ديري مشروع تستفادي به. بالنسبه ثاني الاخوات البنات اللي مازالوا في الجامعه ومساكن كشغل ما عندهمش ثاني يحبوا يزيدوا حاجه في رواحهم ولا في والديهم، اختي راكي تدي لابورس، بهذيك لابورس استثمري بها، ادخلي في هذه المنصه الالكترونيه اشري هذوك الحزم هذوك تاع التعليميه وكوني عضوة معاهم واستفادي من هذوك الدخل تاعك المدخول. تقدري تربحي أسبوعيا إذا كنتي فارغة وخدمتي وعندك زعما كيفاش الوقت تخدمي، والله العظيم غير راح تدي نتيجة هايلة. أنا شوفوا ما نعرفش بزاف عليها، المهم أنا عندي نعرف على حساب ولادي المستويات عندهم، واش تقدري انتي تقري ولادك عندهم المستويات من الثالثه ابتدائي حتى للبكالوريا. هذه بالنسبه للتعليم زعما تاع المؤسسات. بالنسبه للناس واحد اخرين ولا بنات ولا اي موظف ولا اي عامله ولا حبت تدعم نفسها وتقوي معلوماتها ولا الثقافه تاعها
في على مستوى اللغات عندهم ما شاء الله، لغة فرنسية، إنجليزية. المهم هنا ثاني كان هذو الناس تقدروا تنضموا لهذه المنصة، منها تطوروا اللغات تاعكم، منها تستفادوا وتربحوا وتزيدوا مصيرفات في عمركم. هذا هو الحاجة حنايا اللي تهمنا، يعني تستفادي وتفيدي، يعني تفيدي ولادك وتستفادي نتيا مصيرفات لعمرك من دارك. ما تخرجي برا، ما تحتاجي تسويق، ما تطبطبي على هذه، ما تطبطبي على هذه، ما يحشمك لا ذا لا هذا، في دارك وانتيا قضيتي اموراتك. هذو هما يا البنات الحاجه اللي نعرفها على هذه المنصه التعليميه. واللي حبت تستفسر أكثر وحبت تنضم لهذه المنصة، والله العظيم ما نلقى أحسن وحدة نبعثكم ليها كيما الأخت أم محمد. تعرفت عليها من خلال واحد الجروب دخلتو، إنسانة ما شاء الله قمة في الأخلاق، والله العظيم تبغوها من المرة الأولى، يعني تهضروا معها الخطرة الأولى ترتاحوا لها وتبغوها. إنسانة ما شاء الله من باتنا، فهمتني في التفاصيل. وإن شاء الله اللي حبت تقري ولادها ولا تدخل ولادها ولا تتواصل بهذه الأخت أم محمد، راح تعطيكم كامل التفاصيل على هذا المشروع، على هذه المنصة التعليمية، كيفاش تتمشى وكيفاش راح ديري. بخصوص التسجيلات سعر رمزي، ما هوش غالي بزاف، وهذه تسجيلات تكون سنوية ماشي شهرية، وراح تربحي والله العظيم صدقوني تربحوا وتربحوا ولادكم. المهم يا البنات انا ما نكثرش معكم الهضره، راح نخلي لكم هنايا الرابط تاع الواتساب تاعها تاع الجروب، ونخلي لكم النيميرو تاعها البيرسونيل اللي حبت تتواصل معاها. راها انسانه ما شاء الله قمه في الاخلاق والمعامله، عندها معامله طيبه. اللي راح يحكي معاها يبغيها تواصلوا معاها، تفهمكم وتقيديكم خير مني، وتفهمكم باللي ديطاي تفاصيل كامل اللي لكم حابين تسقسوها تلقاوها عندها. ومشي مشكل حنونه، ادخلي وشوفي معاها، اذا عجبك الحال كملي، ما عجبك ما خسرتي والو. المهم هذه هي، حوسوا على الفايده تاع ولادكم، وان شاء الله كامل نتمنى الاخوات الجزائريات يكونوا راقيات، يكونوا نساء ان شاء الله مشاريعهم ونساء طموحات وراقيات. هذه هي يا البنات، نخلي لكم هنايا الرابط تاع الواتساب تاعها والنيميرو تاع التليفون تاعها، وتواصلوا معها ونضموا. واللي عندها ولادها ما باقيش بزاف على البكالوريا، فرحي ولادك وفرحي معاهم. وما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والى اللقاء يا حبيبتي في الملتقى وفي فيديو اخر باذن الله.